في موضوع آخر، جريمة بشعة ارتكبها شاب بأحد أحياء مدينة طنجة في حق طفلة لم تتجاوز 4 سنوات. التفاصيل مع زينة أيتلمين ورشد برحو. لم يستفق سكان بنديبان بطنجة من هول الجريمة. كانت أميمة ذات ال4 سنوات تلعب أمام منزل العائلة، وعيون وحش آدمي تترصد حركاتها. انقض المتهم جار العائلة على الطفلة، وفي غرفته قطع جسم الصغيرة ووضع أطرافها في آنية فوق النار. إما وجدت هنا كتغوت بالزنقة، طلعنا بكاباج برنا على قتل العائلة. دخلت للبيت شبرتو. عاش المتهم لسنوات مهاجرا سريا بإسبانيا. بين ليلة وضحاها وجد نفسه مرحلا. استقر في غرفته البائسة بطنجة وأصبح يذرع أزقة المدينة دون هدف. هذا الأخ ديالي هو اللي عمل هذه الحادثة هذه، فهمت؟ اللي طلع هو ماشي لورمانة الراجل مريض، فهمت كيفاش؟ ما عمره أذى شي واحد في الحومة ولا هادي، الناس الحومة كاملين كيعرفوه، ما عمره شي واحد شكا ولا هادي، ما اللي عطى الله هو هذا، فهمتي؟ ما عندنا ما نعملو. المتهم الشاب يهذي بكلام غير مفهوم أمام الضابطة القضائية. لم يعرض يوما على طبيب نفساني، ومن المحتمل أن تطالب النيابة العامة بإجراء خبرة طبية على المتهم في انتظار أيضا تقرير الطبيب الشرعي.